وفاة الفنانة ليلى حمادة. الفنانة المعتزلة ليلى حمادة حاربتها سعاد حسني، ومشهد جريء مع سعيد صالح عرضها للإهانة. أعلنت صفحة وفيات الفنانين عن وفاة الفنانة ليلى حمادة عن عمر 74 سنة. الصفحة بتقول إن الخبر ده صحيح، وأعلنت مسؤوليتها عن الخبر. الصفحة دي مشترك فيها بالملايين. الصفحة المعلنة للخبر: اللهم اغفر لها وارحمها يا أرحم الراحمين. الفنانة ليلى حمادة من مواليد 14 مايو 1951. ناس تقول لك لا، دي من مواليد 1947. اختين بنات. قالت الفنانه ليلى حماده ان عندهم الفن بالوراثه. قالت ان والدتها كانت بتحب الموسيقى والعزف، وابوها كان هاوي فن بيحب الفن والثقافه. واختها الفنانه ماجده حماده اللي ظهرت في مسلسل ليالي الحلميه، واختها الصغرى كانت طالبه في الكونسرفتوار. ابوها كان بيشتغل تاجر. اكتشف ليلى حماده في برنامج الأطفال مع ماما سميحة، وكان عندها وقتها 5 سنوات. ماما سميحة كان برنامجها قبل ظهور التلفزيون سنة 1960. كان برنامج الأطفال ماما سميحة بيذاع في الإذاعة المصرية في الراديو. وبعدين أصبحت الإعلامية الكبيرة ماما سميحة مدير عام برامج التلفزيون. جابتها وخلتها معاها في برامج التلفزيون لغاية لما كبرت وخلصت الثانوية العامة، ودخلت كلية الاقتصاد وعلوم السياسية. وفي يوم من الأيام رن جرس التليفون في البيت، وكان المتصل هو المنتج الكبير رمسيس نجيب. في الوقت ده ردت والدتها وقال لها ان انا عايز ليلى حماده. والدتها خدتها معاها. قال لها ان سيده الشاشه العربيه الفنانه فاتن حمامه عاوزه تقابلك. قد كان لها احنا شفنا صورك في مجله، رشحتك لينا ماما سميحه. راحت الفنانه ليلى حماده ووالدتها قابلوا الفنانه الكبيره سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه. لقت وقتها في المكتب بنات كتير جدا. ده كان في مكتب الانتاج. تحكي للفنانه ليلى حماده وبتقول: جه دوري ودخلت قابلت فاتن حمامه، شافتني واعجبت بيا جدا وقالت لي شكلك حلو. قالتها وقتها الفنانه الكبيره فاتن حمامه وقالت لها: انت بتدرسي فين واسمك ايه؟ قد كان بعد كام يوم اتصل بيها المنتج رمسيس نجيب وقال لها: تعالي فاتن حمامه وافقت عليكي، هتشاركيها في فيلم امبراطوريه ميم، تقومي بدور بنتها في الفيلم. بنت اسمها مها. سنه 1972 قالت بعدها عليها الادوار. قال عليها ايضا المنتجين والمخرجين. عملت في فيلم نساء الليل، وعندما يغني الحب، وشله المراهقين، وزمن ذو الوجهين، والمفسدون في الارض. الفنانه ليلى حماده رصيدها الفني 118 عمل فني، وعن آخر أعمالها هو القضاء في الإسلام الجزء التاسع سنة 2000. بعدها عملت مسلسل إذاعي اسمه البحث عن شمندل في 2001. اعتزلت الفن نهائيا ثم ظهرت مرة أخرى. الفنانة ليلى حمادة أول ممثلة تاخد الدكتوراه والعلوم السياسية. اعتزلت في سن 50 وكان أدوارها أدوار ثانوية. كانت بتمثل الفتاة الحالمة الرومانسية. لم تقم أبدا بدور البطولة إلا لما جات لها فرصة وحيدة في فيلم المغنواتي مع علي الحجار ومحمود الجندي سنة 1979، وشكري سرحان وسهير المرشدي، صلاح منصور وأحمد عقل، منتصر بالله. ولكن هذا الفيلم لم يحقق أي نجاح لأنه كان نسخة تانية من فيلم حسن ونعيمة، والفيلم ده كان سبب غضب سعاد حسني، وقالت إن الأفلام الكلاسيكية لابد ألا تعاد مرة أخرى. وقالت سعاد حسني الناس وقتها حطوها في مقارنة مع سعاد حسني. قالت الفنانة سعاد حسني: محدش يعيد أفلامي أبدا. دخلت الفنانة ليلى حمادة في حرب شديدة مع سعاد حسني، وقالت ان سعاد حسني سلطت عليها المنتجين والمخرجين خلتهم ما يجيبوهاش تاني في افلام. حصلت قصة حب كبيرة بينها وبين رجل اعمال مصري من اصول ايطالية مسلم الديانة، واتجوزها واشترط عليها اعتزال الفن نهائيا، وخدت فترة كبيرة ثم رجعت تاني اشتغلت في الاذاعة والتلفزيون. وبعد طلاقها بعدت نهائيا عن ادوار الاغراء لانها كانت اغراء بداياتها ولبس مايوهات ولبس قصير كان شعار الفترة دي. فنانة ليلى حمادة مع الفنانة نجوى إبراهيم وسعيد صالح في فيلم العزاف وشفاه تبتسم. كانت عاملة دور بنت اسمها فوقية. في مشهد من المشاهد كان ليها قبلة مع سعيد صالح. وقتها كانت طالبة في الجامعة. القبلة دي كانت سبب ان زميلها في الجامعة عملوا عليها مشكلة كبيرة. كانت بتروح الجامعة بأتوبيس الجامعة، وبتقول: لما كنت بطلع الأتوبيس الطلبة والطالبات كانوا بيشوفوني وبيقولوا دي البنت اللي اتباست من سعيد صالح في الفيلم. الموضوع اشتهر في البلد كلها. اضطر والدها ان هو يشتري لها عربيه تروح بيها وتيجي من الجامعه. مش بس كده، تطالب من المخرج حسن الامام انه يعفيها من البوس لانه وقتها كانت لسه طالبه في الجامعه. لكن المخرج حسن الامام زعق لها، اضطرت ان هي تعمل البوسه، وقالت ان سعيد صالح تمادى في البوسه بشكل غير عادي. اهلها وقتها قالوا لها ما تعمليش لا بوس ولا احضان. من امنيتها الوحيده قالت كان نفسها تبقى مضيفة طيران، ولكن الأمر راح مع وجود الفن التمثيل اللي خلاها تتنازل عن حلمها. وطلع عليها إشاعة إن فريد الأطرش طلب منها الجواز، ولكن عيلتها رفضت فرق السن الكبير بينهم. لما ظهرت لها صورة مع
فريد الأطرش. فترة السبعينات حكت الفنانة ليلى حمادة وقالت إن مجلة الموعد استدعتها عشان تعمل لقاء مع فريد الأطرش. وقتها بيجيبوا ممثلة ناشئة مع فنان كبير مخضرم. عمل لقاء، وقتها فريد الأطرش أعجب بيها وأعجب بشكلها، لكنه لم يعرض عليها الجواز. أختها الفنانة ماجدة حمادة فهي من مواليد 12 يوليو 1954، وليلى أكبر منها ب3 سنوات، وبدأت وهي طفلة مع ماما سميحة. اشتغلت في المسرح والتلفزيون، ودرست في كلية الآداب قسم لغات شرقية، واشتغلت مع أختها في برامج بابا شارو وماما سميحة. بدأت ماجدة حمادة في فيلم بامبا كشر مع نادية الجندي سنة 1974، ومن أشهر دور عملته في مسلسل ليالي الحلمية سنة 1987، وكمان دور أوليجا في مسلسل رأفت الهجان، دور مديحة في يوميات ونيس، وآخر أعمالها الرقص على سلالم متحركة. قدمت الفنانة ماجدة حمادة 50 عمل فني، واعتزلت الفن وبعدت عن الأضواء وعن الإعلام. فنانات من الزمن الجميل.